نروح سريعا اولا لاخبار النادي الاهلي. نادي الاهلي وكولر خلاص اخذ القرار بان هو هيريح 7 لعيبه مره واحده من اخر تشكيل له امام الالومنيوم ب7 7 لاعبين لاعبين. اخرين. هيبقى اولا محمد الشناوي بدلا من مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم بدلا من ياسر ابراهيم، كريم فؤاد بدلا من عمر كمال عبد الواحد، امام عاشور واكرم توفيق بدلا من اليو تمام. ديانج وكريم نيدفيد، حسين الشحات ووسام ابو علي بدلا من رضا سليم وكهربا. وبالتالي تمام. هيبقى تشكيل الاهلي امام بيراميدز المتوقع: محمد الشناوي تمام. في حراسه المرمى، محمد هاني، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد خط الظهر، مروان عطيه، اكرم توفيق، امام عاشور وسط الملعب، ثم بيرسيتاو، حسين الشحات، ووسام ابو علي. طيب، بالمناسبة للكلام اللي قاله مدحت شلبي النهاردة عن مارسيل كولر وعن بعض الحاجات اللي حصلت، أنا هقول لكم عن بعض الشكوات اللي قدمها مارسيل كولر لإدارة النادي الأهلي بخصوص بعض المراكز في النادي الأهلي، وهنتكلم عن تشكيل اللقاء بين الأهلي وبيراميدز، وكمان عندي مفاجأة من العيار التقيل وهي صفقة الأهلي القادمة. نبدأ أول حاجة بكولر وشكوته لمجلس إدارة النادي الأهلي. كولر بيشتكي من ضعف مركز الجناح الهجومي للاهلي. طيب، كولر فعلا احنا عندنا الوقت اللي جاي او الفتره اللي فاتت كلها شفنا ان الجناح بتاع النادي الاهلي طبعا الناحيه الهجوميه صفر. طيب، كولر قال ان عندي 2 من اللعيبه هم زي بيرسيتاو وعبد القادر، الاتنين دول 10/10، ولكن الاصابات كتير وما بلحقش ادي حد منهم وقت، يعني مباراه والتانيه ويكون في اصابه، مباراه والتانيه ويكون في اصابه، فانا محتاج ادعم الجبهه او الجناح الهجومي للنادي الاهلي بديلا لعبد القادر وبيرسيتاو. طيب، رضا سليم وطاهر قال انا مش مقتنع بيهم وبلعبهم، مع ان محمد طاهر طبعا عمل شغل ورضا سليم برضو بيعمل شغل، لكن هو المدرب قال اني انا مش مقتنع بيهم بالمره في مركز الجناح. طيب، نروح بقى لتشكيل النادي الاهلي امام بيراميدز ونشوف النادي الاهلي بعض التغييرات اللي عملها. من وجهه نظري الاهلي في مباراه الالومنيوم ما كانش التشكيل داخل دماغي بجنيه، واللعيبه كانت نازله تحس ان ما عندهاش خطه في الملعب. طيب، رقم 1 الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وكريم فؤاد. اهدوا بس كده لان عندي نقطتين المفروض يتصلحوا في التشكيله دي. كريم فؤاد 10/10، عبد المنعم ومحمد هاني برضو 10/10. لو ينزل بديل لرامي ربيعه يكون افضل، لانه ملاحظين اخطاء رامي ربيعه كتيره جدا، ورامي ربيعه في مباراه مهمه جدا جدا احتسب التسلل للنادي الاهلي في نفس المباراه اللي قلنا ان الاهلي فيها طبعا بيدور على فوز. طبعا رامي ربيعه رفع ايده ان في اوفسايد او تسلل، والكره ما كانش فيها اي حاجه اصلا، وجات هدف في النادي الاهلي. ده هدف بيراميدز الاول. طيب، المباراه اللي جايه مش محتاجين اخطاء، فالمفروض رامي ربيعه ما يكونش موجود، وعندك بدله كتير بره، نزل لنا اي حد من البدله، بدل مركز بمركز او اللي هو اللاعب اللي هو زي محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. طبعا كان ياسر ابراهيم برضو مش جاي معايا خالص، لكن ممكن عمر كمال عبد الواحد، وده جربناه في مباراه الالومنيوم. طيب، نروح لمروان عطيه واكرم توفيق وامام عاشور، 10/10، ما فيهمش نقاش، مش هناقش في ولا واحد منهم. طيب، نروح بقى لبيرسيتاو وحسين الشحات. بيرسيتاو 10/10 والشحات 10/10. وسام ابو علي برضه 10/10، مع انه ضيع ركله الجزاء في المباراه امام الالومنيوم وفي دقيقه 88 وفي لقطه مهمه جدا وكلنا كنا منتظرينها، وضيع ركله الجزاء باعجوبه وعدناها. لكن المفروض يعني بدل وسام ابو علي ببديل، شوف بديل لوسام ابو علي ينزل مكانه لحين ما وسام ابو علي يسترد صحته. يعني انا عندي 2 معترض عليهم في اللقاء: رامي ربيعه لانه اخطاء كتير جدا، وسام ابو علي خلاص انا مش معترض عليه نزله، ولو لقيته مش جايب معاك طلعه. لكن رامي ربيعه ده انا معترض عليه وبشكل مبالغ فيه. ليه؟
رامي ربيعه غلطه مباراه بيراميدز، قبليها غلطه مباراه طلائع الجيش، وقبليها غلطه في كوره عدت من تحت رجليه زي الهوا، وغلطه الشناوي ودخلت جون. فالتشكيل النادي الاهلي 10 على 10 يا كولر، بامانه انت 10 على 10. لكن في نقطه واحده اللي هي رامي ربيعه، حاول تصلحها قبل اللقاء. طيب نروح بقى لصفقه الاهلي السوبر واللي من العيار التقيل واللي كله اتكلم عنها. محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان لاعب وسط المنتخب التونسي، لاعب مهم جدا جدا. ومارسيل كولر قال لي ان انا عايز اعوض المكان ده بديلا من القدوسي، بديلا من الي ديانج، بديلا من الي ديانج. فالي ديانج خلاص مشى للدحيل القطري، فعايزين بديل ليه، فقال لك ان ده افضل بديل ومحتاج ان بديل يكون قوي. فمحمد علي بن رمضان، الاختلاف طبعا من 2 مليون ل 3 مليون. الموضوع بالنسبه للنادي الاهلي بسيط جدا، وان شاء الله الصفقه هتتم قريب جدا. ما تنسوش اهم حاجه عشان يوصلك مزيد من الفيديوهات وتشجعني كدعم لاخوك الصغير، اعمل لايك للفيديو قبل ما تطلع واشترك في القناه وفعل جرس الاشعارات. شكرا ليكم والى اللقاء في فيديو اخر.